الكل يسابق الزمن بأفراحه وأشواقه وتطلعاته. لحظات تاريخية نادرة تحسم فيها تداعيات السياسة مصير أكبر قطر في القارة الأفريقية بشطره إلى دولتين. لحظات بدأ الجميع يتأهب لها، وكذا الطرقات أخذت دينتها لهذا الحدث. أنا فرحان أكثر من فرح، لأنه ده هو يوم اللي كان منتظريننا ووصلت في الكير. ليس الجنوبيون وحدهم من يحتفلون بمقدم هذا اليوم فيما يبدو، فهنا عدد من قبائل السودان جاءت لتشارك الأفراح كل على طريقته. السودان هي يعني تنوع ثقافي، تنوع فكري، وبعد ذاك يعني هذا لا يعني أننا فقط نقتصر في هذه اللحظة، لكن نحن نريد نشارك مشاركة حقيقية في دولة جنوب السودان. صخب يعم أرجاء المدينة والشوارع لا تكاد تهدأ. يوم طويل بيد أنه كان على الجنوبيين انتظاره، وإشراق آخر كما يراه المحتفلون هنا يمثل بداية التاريخ لهذه الأرض كما يقولون. أفتكر أن كل جنوبي الآن موجود في كل بقاع العالم سعيد بهذا الفرح الكبير، ميلاد أول دولة في أفريقيا، يعني يمكن قامت على نضالات شعب كبير جدا. السنين ده كله احنا تعبانين، والليله لبكره بيتنا حيطلع برا بعالم جديد اسفل وياي. هكذا بدت جوبا قبل يوم من إعلان دولة الجنوب الجديدة، مشاعر متباينة ليوم طالما انتظره الكثيرون هنا رغم التحديات الكبيرة التي تنتظر دولة الجنوب الجديدة. هيثم أويد، الجزيرة، جوبا، جنوبي السودان.